بتبدأ أحداث الفيلم في ديسمبر 1941، وده كان وقت الغزو النازي للاتحاد السوفيتي، وبنشوف عربية عسكرية ألمانية بتقف في مكان كله تلج. بعد كده الجنود بينزلوا من العربية وكان معاهم زوجين روسيين كانوا أسرينهم، والراجل كان لابس كيس على دماغه، ولما شالوه اتفاجئوا ان هو لابس زي هتلر بالظبط. ودي حاجة اغضبت الجنود النازيين جدا وكانت بمثابة اهانة بالنسبة له، بس الراجل وضح لهم انه مجرد ممثل وبيعمل مسرحيات على المسرح. ولما سمعوا الكلام ده طلب الجنود منه ان هو يعمل لهم اي مشهد، بس الزوجة كانت مترددة وخايفة ان هم يموتوه، ولكن الزوج وافق انه يحاول، وبدأ بالفعل ان هو يمثل وعمل نفسه انه هتلر. بس الالمان ما عجبهمش تمثيله وطلبوا منه ان هو يوقف. بعد كده القائد امر رجالته ان هم يقتلوا الزوجين، بس في اللحظة دي بدأ اطلاق النار من مكان مجهول، واتقتل كل الجنود الالمان في ظروف غامضة. وبعد لحظات ظهر القناص الغامض اللي قتلهم، وطلع انه صياد نازي معروف باسم ريد جوست، يعني الشبح الاحمر، وهو مشهور بقتل الاف من الجنود الالمان، وكان مطلوب من القادة الالمان نفسهم، وكانوا عارضين مكافأة كبيرة جدا للي يجيب راسه. وبعد كده بدأ ان هو ينتزع شارات الجنود اللي قتلهم، واخد شوية اكل منهم وشاركوا مع الزوجين. فالزوجين شكروه جدا وسألوه على اسمه، لكنه تجاهلهم ومشي. بعدها بنشوف مجموعة من السوفييت اللي انفصلوا عن وحدتهم في مهمة خاصة، وكانوا بيحاولوا انهم يرجعوا لوحدتهم من جديد في وسط التلج. والمجموعة دي كانت مكونة من قائد الفرقة ديد، وكان معاه بوليت وكوسيتا وموريشو ممرضتهم اللي كان اسمها فيرا، وكان معاهم جندي جريح شايلينه على نقالة اسمه كوليا. وبعد لحظات ديد وكوسيتا اكتشفوا شاب صغير بيعاني من الموت، وكان اسمه سيمب، وحاول ان هو يأكد لهم انه جندي سوفيتي. وبالفعل بدأ كوسيتا في تفتيشه علشان يشوف اذا كان معاه سلاح او اي حاجة غريبة، وساعتها عرفنا ان كوسيتا كان اعور وكمان ابكم. والمجموعة كلها كانت شاكة ان سيمب جاسوس الماني، بس ديد قرر ان هو هياخده معاهم، وكملوا رحلتهم اللي بقت اصعب لما بدأ التلج ينزل اكتر واكتر. وكمان بيعدوا جنب جثث الجنود المتجمدين، وبيقرروا ان هم هيقضوا الليلة في الانفاق. وبالليل بيتجمعوا حوالين النار علشان يدفوا نفسهم، وبيبدأوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض، ولكن سيمب كان قاعد بعيد وبيراقبهم. بعد كده كوليا بدأ ان هو يقول نكت علشان يخفف التوتر من على الجنود، ولكن بعد لحظات بيموت بسبب كمية الإصابات الكتيرة اللي موجودة في جسمه، وده شكل صدمة للكل، وخاصة فييرا اللي بتبكي جامد وبتحزن عليه، وكان واضح انها بتحبه. وتاني يوم وصل عدد كبير من الجنود النازيين للموقع اللي قتل فيه الشبح الاحمر جنودهم، واثناء تنظيفهم للمكان كانوا بيتكلموا عن انه قتل 61 جندي الماني الشهر اللي فات. ولما سمع كده امر القائد الاعلى الكابتن براون مساعده كلاين ان هم يلاقوا الراجل ده في اقرب وقت. في الناحية التانية السوفييت بدأ ان هم يكملوا رحلتهم، وبيوصلوا لكوخ صغير مهجور، وبيبان ان هو اتساب بسبب هجوم الالمان. موريشكو اول واحد بيدخله وبيروح يتأكد منه، وبينده اصدقائه بعد ما اتأكد تماما ان هو امن. ولما بيدخلوا جوه بيلاقوا ترابيزة عليها اكل ومية، وبيبدأ موريشكو ان هو يشرب، ولكن كوسيتا بيظهر فجأة وبيوقفه، وده بيؤدي لجدال كبير بينهم لان موريشكو كان مصمم ان هو يشرب. لكن القائد ديد بيكتشف انه فخ الماني، لان الاكل والمشروبات مسممين. وبنلاحظ ان فيرا حامل في الشهور الاخيره. بعدها بيخرج ديت وكوسيتا علشان يكتشفوا المكان، وبيلاقوا سكان البيت اللي هم قاعدين فيه مقتولين ومحطوطين في الحظيره، فبيغطوهم ببطانية كانت موجودة جنبهم. على الناحية التانية فريق براون كانوا راكبين عربيتهم وماشيين وسط التلج، والمساعد كلاين بيقدم تقرير لبراون عن كل حاجة تخص الشبح الأحمر، وكمان عدد الناس اللي قتلهم وموجودين في أي قرية. ولكن براون ما كانش مهتم بكلامه، وبيقول له انت بتحب الساونا ولا لأ؟ فكلاين بيقول له ان هو مش بيحبها قوي، بس براون بيقول له انا اهتمامي بيها اكتر من اهتمامي بالشبح الأحمر. ولما سمع الكلام ده كلاين بيفتكر ان في قرية قريبة منهم مهجورة فيها ساونا، وكمان بيأكد لبراون ان المكان آمن ومفيهوش اي اعداء. ووقتها ديد وفريقه قرروا ان هم يروحوا للقرية اللي جنبهم علشان يجيبوا اكل ومعدات. ووقتها فيرا ما كانتش كويسة، فقررت انها هتفضل موجودة في البيت لحد ما يروحوا ويرجعوا من تاني. ولكن بمجرد ما زمايلها بيمشوا الالمان بيوصلوا لنفس البيت،
ولما فيرا بتشوفهم بتستخبى بسرعة تحت صندوق كبير. كلاين بيوري لبراون الأكل المسمم اللي هو حاطه على الترابيزة، وكان مفتخر جدا إن شغله هو اللي ناجح في قتل عدد كبير من الروس. وفي الوقت ده موريشكو بيروح لأصحابه اللي لسه ما وصلوش بعيد، وعرفهم إن الألمان وصلوا للمزرعة وإن فيرا في خطر. وساعتها بوليتك بيضربه لأنه سابها لوحدها، لكن موريشكو بيقوله إن هو خرج للحمام فشاف الألمان وهرب لأنه مش هيقدر يحاربهم لوحده. وساعتها المجموعة كانت متورطة ولازم تحط خطة علشان تنقذ فيرا، فبيقفوا ببنادقهم وبيراقبوا الألمان. وجوه البيت الجنود بيجهزوا حمام لبراون، وبدأوا إن هم يهزروا ويلعبوا مع الخنزير، ولكن أول ما براون ظهر قتل الخنزير وأمرهم إن هم ما يلعبوش بأكله. وفي نفس الوقت ده فيرا كانت بتراقبهم بصمت من المكان اللي هي مستخبية فيه. وعلى الناحية التانية سيمب كان بيتكلم مع ديد وبيسأله عن عين كوسيتا، والقائد بيقوله إن من زمان كوسيتا سرق تفاحة من حديقة، فديد ضرب رصاصة في السماء علشان يخوفه، ومن الخوف وقع وخبطت عينه في غصن شجرة. وبيعترف له ديد ان هو لحد الآن حاسس بالذنب من اللي حصل. وفي البيت كلاين بيحذر براون ان هو يروح للحمام لان الشبح الاحمر موجود قريب منه، وده بيغضب القبطان جدا وبيبدأ ان هو يأدب المساعد بتاعه. وفي الوقت ده جندي تاني اسمه جنر بيسمع حركات فيرا تحت الصندوق، وبيفتح الصندوق وبيتصدم جدا لما بيشوفها جوه، ولكن بيحاول ان هو يحميها ويخرجها بهدوء. بس براون بيلاحظ حاجة غريبة وبيسأله عن اللي بيحصل، وفي النهاية جنر بيضطر يعترف ان في حد مستخبي في الصندوق. بعد كده براون بدأ ان هو يستجوب فيرا، وكان معاهم جنر كمترجم. جنر وقتها كان متعاطف معاها وبيطمنها ان هم مش هيأذوها. فيرا وقتها بتقول ان هي حامل في الشهر التاسع وان البيت ده بيتها، ولكن كلاين بيلاحظ ان هي مش موجودة في اي صورة من الموجودين في البيت وبيحس انها بتكذب. بعد كده فيرا بتحور قصتها وبتقول ان هي هربت من القرية اللي جنبهم وقعدت في البيت هنا، بس للأسف بتحصل مشكلة لما كلاين بيلاقي لبسها العسكري وبطاقة هويتها، وبيكتشفوا ساعتها انها جندية، وبتترجاهم ان هم ما يقتلوهاش، ولكن مفيش فايدة. كلاين كان بيضربها بوحشية، وده اللي خلى جنر يطلع بره البيت ويجيب كل اللي في بطنه. وفي الوقت ده كلاين بيطرد فيرا من البيت وهي حافية وغرقانة بالدم. وفي نفس الوقت الجنود السوفيت كانوا بيراقبوها من بعيد وكانوا مرعوبين، وساعتها ديد قال ان هم مش هيقدروا يساعدوها ولازم يمشوا حالا. لكن فجأة سيمبي بيتحرك قدام وبيزحف ناحية الخندق، وموريشكو لاحظ ده وبدأ ان هو يروح وراه. بعدها الاتنين بسهولة بيتخلصوا من 3 جنود ألمان موجودين في الخندق. ومن الناحية التانية كلاين كان عايز يشنق فيرا، ولكن كان في معاهم جندي كبير في السن بيعترض على كلامه وقال ان ده عقاب قاسي جدا على واحدة حامل. فكلاين ساعتها بيوافق وبيقرر ان هو يقتلها بالرصاص. وساعتها فيرا بتبدأ تلعنه وبتقول ان ربنا هيعاقبه على كل جرايمه دي. بس لما جونر ترجم كلامه كلاين اتردد في قتلها، وسلم المسدس لجونر وقال له ان قدامه دقيقتين يموتها فيهم. وفي اللحظة دي حد اطلق النار على راس جونر وقتله، وطلع ان هو الشبح الاحمر وبدأ ان هو يرمي قنابل على البيت. وفيرا بتستغل الفرصة وبتهرب، والجنود السوفيت بدأوا ان هم يهاجموا الألمان بمساعدة الشبح الأحمر، وقدروا ان هم يقتلوا أغلب النازيين. وفي الوقت ده براون اللي كان في الحمام طلع يجري ناحية المزرعة علشان يدور على مكان يستخبى فيه. الشبح الأحمر بيكون وصل قريب من الحمام، وكلاين بيصب عليه مية مغلية. بعد كده كلاين بيحاول ان هو يهرب، ولكنه بيقع على جذع شجرة وده بيخليه يفقد الوعي، وبيصحى بعد فترة قصيرة ولكنه بيعمل نفسه ميت. والشبح الأحمر برضه ما كانش في حالة كويسة لأنه بيفقد الوعي بسبب الحروق الكتيرة اللي كانت في جسمه. وبعد ما قضوا على الكل الجنود السوفيتي بياخدوا الشبح الأحمر لجوه وبيقعدوا علشان يرتاحوا، وبيتجمعوا حوالين الترابيزة وبدأوا إن هم ياكلوا الأكل اللي الألمان سابوه، وقعدوا خططوا هيعملوا إيه بعد كده. وفي اللحظة دي فيرا بدأت تولد، ولحسن الحظ ديد كان عنده خبرة شوية في ولادة الأطفال، وبدأ إن هو يساعدها هو وسيمب في العملية. وبعد صراع أخير بتولد أخيرا ولد بصحة كويسة، وبيحتفلوا جميعا باللحظة دي. وفي مكان تاني بنشوف فراون كان لابس فستان وبيجري على الطريق قدام مجموعة من الألمان. المجموعة دي كان بيقودها نفس الضابط اللي كلفه في البداية بمطاردة الشبح الأحمر. وساعتها مظهر براون كان صدمة بالنسبة له، وكان بيبص عليه وهو محتقره. بعدها بفترة الشبح الأحمر بيصحى وبيبدأ إن هو يجهز بندقيته، وما اتكلمش معاهم ولا كلمة وخرج من البيت بكل بساطة. وساعتها السوفيت بيستنتجوا من تصرفاته إن الألمان قريبين منهم وبدأوا إن هم يستعدوا للمعركة. وبره البيت كلاين أخيرا بيقوم وبدأ إن هو يهرب، وبعد شوية عدد كبير من القوات الألمانية بيحاصروا البيت وبدأوا إن هم يضربوا عليهم نار ورموا عليهم قنابل اللي دمرت نص البيت.
ولكن مفيش اي روسي منهم مات وبدأوا يتبادلوا اطلاق النار. وفييرا كانت مستخبية، اما الباقي كانوا بيطلقوا النار من اماكن كانت محمية. ومع اقتراب الالمان للبيت الشبح الاحمر قتل كتير منهم ورمى قنابل على القائد الرئيسي، وبالاضافة لديد اللي قتل عدد كبير من الاعداء قبل ما يتم اطلاق النار عليه ويموت. وبوليتك اتصاب بجروح كتيرة في القتال وفكه اتخلع. بعد كده راح له موريشكو ورجع له فكه لمكانه واداله مشروب. وبعد ما اتعافى شويه بوليتك مسك الرشاش وبدا ان هو يغربل الجنود وهو سكران، وقدر ان هو يقتل 4 اعداء قبل ما يستسلم في النهايه لبراون. بعد لحظات موريشكو اتصاب بقنبله يدويه ومات فورا. وبعد ما الكل اتصفى اتبقى الشبح الاحمر وبراون وجها لوجه. اشتبكوا الاول بوحشيه بالبنادق وبعد كده بالسكاكين اللي موجوده فيها، بس اخيرا الشبح الاحمر انتصر على براون وطعنه بالسكينه. ولما حس ان هو خلاص انتصر فجاه بيظهر كلاين وضرب الشبح الاحمر بطلقه في ظهره، وده خلاه يموت فورا. بس بعد كده قناص غامض من بعيد قتل كلاين، واتضح انها فييرا وسيمب اللي قدروا يعيشوا مع الطفل. بعدها بفترة بنشوف الزوجين اللي كانوا موجودين في أول الفيلم. مجموعة من الألمان تانيين قبضوا على الراجل وضربوه قدام الناس، ومراته كانت موجودة وبتراقب من بعيد بس ما كانتش قادرة تعمل له حاجة. الضابط الألماني قال بعد كده إن أي حد شاف الشبح الأحمر لازم يتكلم، ولو محدش اتكلم الراجل ده هيموت. ومسك طفل وهددهم ان هو هيخلص عليه. ولما الراجل شاف الكلام ده اخيرا اتكلم وقال ازاي الشبح الاحمر انقذه وقتل الالمان من كام يوم، والمرة دي ما كانش خايف وبدأ ان هو يشتم الالمان. وساعتها الضابط النازي غضب لما سمع الكلام ده وامر جنوده ان هم يعدموه، ولكن قناص اطلق النار على القائد وعدد من جنود الالمان التانيين وقتلهم كلهم فورا. الممثل ومراته كمان قتلوا عدد من جنود الالمان. بعد كده القناص بدأ ان هو يفتش الجنود الالمان وينتزع شرطهم وسرق اي اكل او سلاح كان موجود معاه. الممثل بصله وفهم ان الشخص ده مختلف تماما عن الشخص اللي قبله في اول الفيلم، ولكن الممثل فضل ساكت ومرضاش يتكلم. وفي نهاية الفيلم بنكتشف ان القناص ده هو كوسيتا اللي نجا من الحرب وانتحل شخصية الشبح الاحمر. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا باسل عمر، سلام.